خلونا نفهم الموضوع ببساطة. ليش يجينا السكر وليش فجأة نكتشف إنه جسمنا اختنق وما عاد يتصرف بشكل طبيعي؟ تخيل معي عندك خزان فوق السطح، والخزان هذا يغذي كل البيت، المطبخ، الحمام، كل مكان. إلين يوم يبدأ الماء يضعف، يقطع، مع إنك تعرف أن الخزان مليان. تبدأ تدور المشكلة وتجيب السباك يكشف ويفحص ويلقي أن المواسير مسدودة. الماء موجود لكن ما يوصل. ليش؟ ترسبات، أوساخ، ضغط، وسنوات من الإهمال. هذا اللي يصير مع مريض السكر من النوع الثاني. جسمك يفرز انسولين، الخزان موجود، لكن بسبب نمط غذائي سيء، ضغوط نفسية، سكر، نشويات، كربوهيدرات، تبدأ المواصير تنسد وتصير في مقاومة. فالانسولين موجود بس ما يدخل الخلايا، فتبدأ الأعراض: تنمل، حرارة، عصبية لأتفه الأسباب، خمول، عطش، لأن جسمك يحاول يقول لك في شيء غلط. ولو سكت زي صاحب البيت اللي طنش السباك، تبدأ المشاكل تكبر، ويمكن لا قدر الله تفقد طرف أو يدخل السكر في مراحل خطيرة. لكن يوم تروح للدكتور وتسوي الفحص التراكمي، هنا تعرف بالضبط وين الخلل وقد ايش الضرر، ايش لازم تصلح. هذا اللي اسويه معكم هنا: اشرح، اوضح، اتعلم واقرب. انا مثلكم تماما، ونسعى كلنا نصلح المواسير اللي خربت قبل ان يفوت الوقت.